مساء الخير، أنا آسفة جدا أزعجتك. لا لا لا، ما تتخضيش، أنا حارسة بوابة الأحلام. مش هينفع تنامي تروحي في سابع نومة غير لما أعمل تفتيش وأشوفك مناسب جدا ليكي تروحي ولا لسه. احنا هنعمل تفتيش كده يدوي سريع عليكي عشان نتأكد ان انتي رايحة تنامي وانتي معكيش اي ممنوعات او اي حاجة مش مسموحة اثناء النوم. تمام، جاهزة؟ طبعا لو اي حاجة ضايقتك بس قوليلي واحنا هنوقف تفتيش فورا. يلا بينا. خلينا اول حاجة نبتدي بشعرك. طبعا مش يمكن مخبية حاجة في شعرك. كمان مع شعرك محتاجين نشوف دماغك. معلش هفكلك التوكة هرجعهالك تاني. حلو اوي توكتك، ما شاء الله لونها كمان لايق اوي مع البيجامة بتاعتك. معلش محتاجة اعمل سكان على التوكة. تمام، هشيلها معايا وهرجعهالك وانا ماشية. اول نشوف كده الفروة. انا شايفة شعرك ما شاء الله نضيف وجميل، بس من تحت الشعر في افكار كتير المفروض تتخلصي منها قبل ما تروحي تنامي. كلها افكار سلبية مينفعش تروحي تنامي بيها ابدا. محتاجين نشد كل الافكار السلبية نرميها ورا ظهرنا قبل النوم. واضح ان يومك كان مليان ضغوطات وحاجات كلها سلبية، بس انا بحذرك انك تخشي تنامي وانتي كده تاني. لو يوم انا كنت اجازة متسمحيش لنفسك تنامي وانتي كده، لان دي حاجة مضرة جدا عليكي. لازم تعرفي ان احنا بنعمل كده عشان مصلحتك. تمام، ممكن جدا تتخلصي منها بطرق كتير. اكتر طريقة ان انتي تستبدليها بافكار كويسة، زي مثلا تفكري في الحاجات الكويسة حتى لو كانت قليلة اللي حصلت في يومك. تفتكري ذكريات سعيدة. تفكري في حاجات في المستقبل ممكن تبقى حلوة. ولو حتى ما عندكيش حاجات كويسة تقدري تعيشي شوية في الخيال، تتخيلي نفسك في حتة انت بتحبيها، بحر، صوت مية، السماء صافية، صوت عصافير، كل الحاجات
الحاجات دي بتخليكي تنامي وانتي في طاقة ايجابية. اتفقنا؟ تمام يا حبيبتي. بس هعمل شعرك كده لورا عشان نعرف نكمل التفتيش بتاعنا. عشان انا مش عايزة ابهدلك شعرك الحلو ده وكده لورا. ينفع كده تنامي وشك كله ميك اب كده؟ ازاي مينفعش؟ ازاي ما تغسليش وشك قبل ما تنامي وتعملي سكين كير؟ لا ما تكتبيش، انا جايلك وانتي كنتش قاعده في السرير وهتنامي كمان بتكتبي كده، ازعل منك وانا زعلي وحش. خليني بقى امسحلك الميك اب ده، ودي اخر مره احذرك برضو فيها انك تشيلي الميك اب قبل ما تنامي. بصي انا عارفه انك طول النهار تعبانه، بس ده مش مبرر انك ما تحافظيش على بشرتك. بعدين انتي لما تعملي وشك كده وتنضفيه وتحطي سكين كير وتخشي تنامي، هتخشي تنامي وانتي مرتاحه وحاسه انك مبسوطه انك عملتي حاجه لنفسك. فاهميني؟ عايزاكي بقى تغمضي عينيكي عشان اعرف اشيلك الميك اب كويس من غير ما احرقلك عينيكي. بصي فوق كده عشان نشيل الكحل ده. شكلك كنت حاطه لبستيك ووتر بروف، بس الميك اب ريموفر بيشيل كل حاجه حتى الوتر بروف. وشك نور ازاي. بصي فوق كده تاني عشان الكحل متشالش كويس. كده بصي لي كده، ما شاء الله مش محتاجه ميك اب صدقيني. خليني بقى اعملك سكين كير كده ايه خفيف خالص. انتي مش محتاجه تتعبي نفسك منتجات كتير، عشان ده بيخليكي ما تستخدميش حاجه في الاخر. ممكن بس ايه نستخدم حاجه واحده، ويفضل في سنك يعني يكون حاجه انتي ايجينج. هحطلك
السيرم ده بس كده. ممكن تستخدمي مرطب لو عايزة، بس انا شايفة ان انتي بشرتك يعني دهنية فمش محتاجة تستخدمي مرطب. بحطلك كده حلو اوي. اعمله بقى كده مساج كده بايدي. طبعا لو بشرتك لسه مش متعودة على الحاجات اللي فيها مثلا ريتينول او حاجات كده، مواد ممكن تكون تسبب اي تحسس للبشرة، يبقى يفضل في الاول ما تجيبهاش تحت عينك او عند شفايفك. كده نعمل طبطبة خفيفة عشان البرودكت يمتص كويس في البشرة. كده تمام، حلوة اوي. ايه الاخبار؟ حاسة بايه؟ صح، حاسة كده ان انتي نضيفة صح؟ شوفتي بقى. طيب انا بس شايفة وانا بعمل كده السكين كير ان عقلك شغال في افكار كتير، فانا محتاجة ان انا اشيل حبة منهم عشان دماغك تعرف تنام، لان طول ما دماغك فيه افكار كتير ده هيخليكي مش عارفة تنامي كويس وهتقلقي كتير بالليل. قدام الفرشة دي عشان اشيل اي افكار مش محتاجينها دلوقتي. عايزاكي تحاولي معايا انك تفضي دماغك، متفكريش في حاجة. حاولي كده ايه تريلاكس خالص، متفكريش في اي حاجة، حتى لو افكار حتى ايجابية حاولي اللي تقدري تتخلصي منه، حاولي تتخلصي منه. كده اشيلها من على الهدوم عشان برضو مترجعش تاني. كده تمام. انا حاسة ان الافكار خفت كتير، انتي حاسة كده برضو؟ تمام. اني بقى هعملك مساج كده بدي برضو عشان البرودكت اللي حاطينه يمتص احسن وتحسي كده انك مرتاحة اكتر.
شوية معلش، بس بجد بتخلي البشرة كده ترتاح، بتحسي براحة بعد ما تخلصي. حاسة اكيد من دلوقتي حتى لو سقع شوية. نعمل بالصغيرة دي تحت عينيكي، بصي كده لفوق، العين التانية، وردك. فكرة بتساعد جدا في علاج الخطوط اللي هي طبعا مش عميقة، بتساعد في شد البشرة مع الاستمرار طبعا عليها. نبطأ شوية عشان نشد الجلد. برضو الرقبة بتنفع اوي. شعرك بس بيظبط سوري. كده حلو اوي. كده احنا اتدلعنا اوي، تعالي نخش بقى في الجد. اوكي، اديني بقى اشوف لو في اي حاجة مش مظبوطة. لو اي حاجة ضايقتك زي ما قلتلك قوليلي، معلش ده اجراء رسمي عشان تعرفي تنامي. ايه ده، ايدك ناشفة اوي، ازاي ما ترطبيش ايدك كده قبل ما تنامي؟ لا لازم نرطبها، استني كده. قلتلك مرطب ده ومفروض للقدم، بس برضو حلو جدا للين لو ايدك ناشفة. اديني بقى ايدك كده، بصي هو ملوش ريحة، فهو يعتبر حاجة طبية يعني. بس ايه رأيك بقى، ايدك حاسة بفرق صح؟ شوفي كده صح. تمام كده. هاتي ايدك التانية، لسه في شوية كريم هنا، بس ممكن ايه نعمل برضو ايدك التانية. صراحة هو قوامه تقيل شوية بس بيرطب حلو، بتمتص البشرة بسهولة. تمام، رطبت ايدي انا كمان، لان الواحد في الشتا ايده بصراحة بتنشف بسهولة. استخدم برضو ده عشان اتأكد ان مفيش اي حاجة مخبيها كده ولا كده.
الجبنة ايه؟ تلاقي الجبنة في حاجة؟ ده شكله في حاجات. احنا عايزين نشوف. مالك اتوترتي ليه؟ معلش استأذنك نفتح نشوف الجبنة. ايه بقى ده؟ المحفظة بتاعتك يعني. عشان المضطرة بتاعها. انا شايفة انها فاضية. معلش هاتي بس الفلوس اللي معاكي. 1 2 3 4 5 6. لا انا مش عايزاكي تشيلي هم، سيبيها على ربنا والله، وربنا بيسهل. الحمد لله على كل شيء. معلش ربنا يرزقك ان شاء الله ويفتحها عليك. بس متفكريش خلاص في النهارده، اللي فات خلاص، خلينا في اللي جاي ان شاء الله. ادعي كده ربنا ونامي وانتي عندك ثقة ان ربنا هيقف جنبك ويساعدك. والدعاء اصلا اساسه ثقتك في الله. طيب دي تمام ماشي، بس مينفعش تنامي وانتي دماغك شغالة في الفلوس. اوكي، فدي نسيبها والصبح تبقي تفكري في الكلام ده. تمام. شوف بقى في ايه تاني. كده انا بقى هربط كالكوليتر. طبعا انت قاعدة تحسبي هجيب منين واعمل ايه وادفع منين، المصاريف والمواصلات والاكل، كل الحاجات دي. بس عايزة اطمنك مهما قعدتي تفكري وتحسبيها، ربنا عايزه هو اللي هيكون. والله صدقيني ياما حسبتها، كل حساباتي طلعت غلط في الاخر، بس طول ما نيتك سليمة ربنا هيسهلها لك. ده اللي انا اقدر اكده لك. ده برضو هنسيبها منمسكهاش مناخدهاش معانا واحنا داخلين ننام. الصبح نفكر في الحاجات دي. نشوف في ايه تاني عشان واضح ان جيبك مليان. ايوه بقى، حاجات بقى ينفع ناخدها معانا بالليل واحنا رايحين ننام. السبحة دي حاجة جميلة جدا. الواحد قبل ما ينام بجد لما بيسبح كده بيحس براحة وبينام وهو مرتاح. اكتر حاجة بتريح لا اله الا الله، 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 لا اله الا الله. وانتي بتقوليها كده بتحسي لسانك بجد مش عارفة يعني، بيبقى في احساس كده غريب بجد. جربي تقوليها كتير 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 هتحسي بجد بالفرق. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. كمان بجد بتساعد على النوم، يعني لما تكوني مش عارفة تنامي وتقعدي تسبحي بتلاقي نفسك بجد روحتي في النوم. فدي انا هسيبها لك تاخديها معاكي. يبقى نشوف في ايه تاني. واخطر حاجة بجد ممكن الواحد ياخدها معاه بالليل وهو رايح ينام، مش هسمحلك بجد اي مرة اني الاقيها معاكي،
خلينا نعمل شات داون الموبايل، كل الابليكيشن اللي عليه حتى اول ما نصحى ما نمسكوش. اتفقنا؟ تمام. وريني بقى في ايه تاني. شوكولاتة وانتي رايحة تنامي. بصي هو الاكل حاجة ممتعة اكيد، بس على فكرة انا بحب الشوكولاتة دي. يعني هي شوكولاتة خام وبتاعت مطبخ وكده ودارك، بس انا بحبها اكتر من اي شوكولاتة غالية. فلو تسمحيلي بس ده مش معناه ان انا هسمح لك تنامي بيها، حاجة مضرة جدا. تحفة. انا هاخدها، معلش انا اسفة بصراحة بحبها. انا هاخدها عشان كده كده انتي مش هينفع تنامي بيها، وبما اننا اتكلمنا عن الشوكولاتة كده لازم اسألك، هل غسلتي سنانك؟ كنت متوقعة. طب يلا معايا اني بقى اغسلك سنانك عشان تنامي وانتي نضيفة، كمان سنانك نضيفة بعد الشوكولاتة والحاجات اللي بتاكليها دي. هستخدم الجل ده تنظيف الاسنان. افتحي كده بقك وكده. ايوه شطورة، برافو عليكي. افتحي كده بقك جوه. الناحية التانية. ايوه برافو برافو عليكي. تمام كده اسنانك بقت نضيفة وريحتك حلوة. يبقى هدية مني بما اني خدت منك شوكولاتة وانتي طلعتي ذوق معايا، فانا مش هستخسر فيكي، هحطلك سبراي عشان تنامي وانتي ريحتك حلوة. الواحد لما بيخش كده السرير وهو شامم ريحة حلوة بينام بجد وهو مرتاح، لان حاسة الشم برضو مهمة جدا في الراحة النفسية. برشلك خدي نفس كده عميق، طلعي بالراحة. ايه رأيك؟ دلوقتي ممكن تنامي بجد وانتي مرتاحة وهادية. وزي ما قلتلك انا بس يعني من الحاجات اللي احنا شوفناها هسيبلك السبحة بتاعتك تسبحي بيها لغاية ما تروحي في النوم. اتفقنا؟ هشوفك تاني، خلي بالك هجيلك تاني. اتمنى الحاجات اللي احنا قلناها تعمليها وتلتزمي بيها كل يوم لحد ما اشوفك تاني. تمام؟